لطالما تعاملنا مع قصة السجود الأول والوعيد الشيطاني كحدث تاريخي انقضى، أو كمشهد درامي يروي قصة عصيان. لكن لو جردنا وعينا قليلا ونظرنا بعين الهندسة الكونية إلى كلمات الوعيد، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لاكتشفنا أننا أمام خارطة دقيقة لسجن إدراكي محكم ومصفوفة، وهم تحاول محاصرة الوعي البشري داخل جدران الزمان والمكان. تبدأ القصة بخلل في المعايرة الطاقية عندما أعلن الكيان الناري قانونه الأول: أنا خير منه. هنا سقط إبليس في فخ الكثافة، فظن أن طبيعته النارية المتأججة والمتحركة تعلو في المنزلة على طبيعة الطين الساكنة والباردة، غافلا عن الحقيقة الكونية الكبرى، أن القيمة لا تكمن في مادة الخلق بل في النفخة التي تسري فيها. هذا الإيجو الناري أسس لأول فيروس في الوجود، وهم الانفصال ومحاولة تعريف الذات بما تملك من طاقة أو صفات، لا بما تكون بمدد خالقها. وانطلاقا من هذا الانفصال وضع إبليس استراتيجيته الجهنمية: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو لم يقل سأقطع الصراط لأنه يدرك أن قوانين الله لا تقطع، لكنه قال لأقعدن، أي أنه سيعمل كحقل تشويش دائم ومصدر لذبذبات منخفضة التردد تهدف إلى إرباك السالك، وجعله يسير على الطريق فاقدا للاتصال، أشبه بجهاز يعمل ولكنه خارج نطاق التغطية. تتجلى عبقرية المكر الشيطاني في تحديد محاور الهجوم الأربعة التي تشكل ما يشبه الصندوق المغلق حول الإنسان. فالهجوم من بين أيديهم ومن خلفهم هو تلاعب بالزمن الوهمي، إنه يسرق وعيك من اللحظة الحالية التي هي بوابة التجلي الإلهي الوحيدة، ليقذفه إما في قلق المستقبل ومخاوفه بين أيديهم، أو يأسره في حسرات الماضي وصدماته المختزنة في الذاكرة الخلوية من خلفهم. وبهذا يضمن أن طاقتك النفسية والروحية مستنزفة دائما خارج الآن، مما يجعلك غائبا عن الحضرة الإلهية رغم وجودك الجسدي فيها. أما الهجوم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فهو تشتيت في المكان والفكر، يأتيك عن اليمين بصورة الصلاح الظاهري الذي يورث العجب والغرور والتشدد، أو يأتيك عن الشمال بصورة الانغماس في الشهوات والمادية البحتة. الهدف هنا هو إبقاؤك في حالة تأرجح دائم بين قطبية الثنائيات، فاقدا لمركز التوازن، بعيدا عن نقطة السكون الداخلية التي تتجلى فيها الحقيقة. ولكن في خضم هذا الحصار الرباعي الخانق يكمن سر النجاة فيما صمت عنه الشيطان. لقد ذكر الجهات الأفقية الأربع، لكنه عجز تماما عن ذكر الفوق والتحت. هذان الاتجاهان هما المحور العمودي الذي لا يملك الكيان الناري سلطانا عليه، وهما بوابة خروجك من مصفوفة الوهم. الفوق يمثل اتصالك المباشر بالمصدر عبر تلك النفخة الروحية التي لا تحدها قيود المادة، وهو حبل الرجاء والدعاء المتصل بالسماء. والتحت يمثل أقصى درجات العبودية والتحقق بالأصل الطيني عبر السجود. في السجود تفرغ شحنات الأنا المتضخمة في الأرض، وتعود لصفرية التواضع التي تكسر كبرياء النار. الغاية النهائية لهذا الصراع ليست مجرد إيقاعك في المعصية، بل لي هي ما ذكره في ختام وعيده: ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر في هذا السياق الكوني ليس مجرد كلمات تمتم بها الشفاه، بل هو تردد ذبذبي عال جدا. الشاكر هو إنسان في حالة امتنان، والامتنان يعني حالة من الرضا والقبول والاستقبال الكامل للفيض الإلهي. هذه الحالة تخلق حصانة طاقية، فالذبذبات العالية للامتنان لا يمكن للترددات الشيطانية المنخفضة من يأس وسخط وخوف أن تخترقها. إذن الخروج من هذا المأزق ليس بمصارعة الأفكار والوساوس في مساحتها الأفقية، بل بمغادرتها فورا عبر تفعيل المحور العمودي. اتصال بالروح يرفعك، وتذلل بالسجود يثبتك. حينها تنهار جدران الجهات الأربع، وتدرك أنك لست محاصرا، بل أنت في معية الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، حيث لا جهات ولا حدود، بل نور على نور. وسط هذا الحصار الهندسي أي الجهات الأربع تستنزف خزان طاقتك الآن. هل هو وهم الزمن بين قلق وحسرة، أم تشتت المكان؟ شاركنا لحظة سجود أعادت ضبط بوصلتك. وإذا شعرت بجهوزية روحك لتفكيك هذا الوهم والانتقال من ضيق الأنا إلى سعة الحقيقة، فكتاب إليه المنتهى هو خارطتك التطبيقية لهندسة الوعي وإتقان فن التسليم والاتصال بالمصدر.